السلام عليكم. أخيرا عودة مسلسل تايتنز بنزول أول حلقتين من الموسم الرابع، فخلينا نشوف مع بعض هل الموسم ده بدأ بشكل كويس ولا لأ، وشوية توقعات كده في الآخر عن إيه اللي ممكن يحصل قدام. بس قبل ما نبدأ كل ده ياريت تتأكد إن أنت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا، وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض انطباع أول للموسم الرابع من تايتنز. طيب بعد موسم أول جميل وموسم تاني جامد وموسم تالت مش ولا بد قوي، تقدر تقول إن الفانز كان في منهم اللي متحمس للموسم ده، وفي منهم اللي كان خايف على المسلسل إنه يخش في الجانب المظلم لمسلسلات دي سي، زي كده مسلسلات السي دبليو. أنا عن نفسي كنت متحمس للموسم ده، وكنت عايز أعرف إيه اللي هيحصل للفرقة، خصوصا بعد ما راحوا مدينة متروبوليس. طيب خلينا نبدأ بالحلقة الأولى، واللي عجبتني في البداية أجواء اللعب والهزار، وشوفنا فيها أعضاء الفرقة وهم أخدين أجازة من أجواء مدينة جاثام والموسم السيء اللي فات. فكانت البداية لطيفة نوعا ما، ومش شرط تكون كوميدية بحتة، يعني أنت بتتكلم عن فريق التايتنز واللي هم شلة مراهقين، فعجبني اللي احنا أخدنا الجانب ده من حياتهم. وبعد كده طبعا رحنا مدينة متروبوليس. أيوة بقى هنشوف سوبرمان. لأ، في الحقيقة سوبرمان مش موجود، يعني هو في مهمة ما بيحمي مجرة ما، اللي هو أي سبب وخلاص، عشان طبعا المسلسل مش هيستحمل ظهور سوبرمان. هو عامة يعني شخصيات الجاستس ليج موجودين باسمهم بس في المسلسل، ودي مش حاجة سلبية عشان نعرف نركز مع أبطالنا أكتر، ولكن فيلن سوبرمان الرئيسي كان موجود، وهو لاكس لوثر. أيوة بقى، واللي كان بيجتمع مع كونر أو سوبر بوي. وغير كده كان في شوية يعني تمهيد للخطر الكبير اللي جاي، Whatever happened here? واللي من خلاله شفنا كمية دم رهيبة في أول حلقتين بس. وطبعا بشكل عام الحلقة كانت مليانة تفاصيل كتير حلوة، زي تطور قدرات بيست بوي اللي ما كانش بيتحول غير لنمر بس، لأ دلوقتي بقى بيقدر يتحول لحيوانات أكتر. يعني كان ظهر المفروض إن هو هيتحول لغوريلا، مش عارف ليه مع الموضوع ده ما شفناهوش. هل هما معهمش تكلفة كفاية أو سي جي أي محترم إن هما يقدموا لنا غوريلا؟ يعني أكيد مش هتبقى أوحش من جور اللي ظهر في مسلسل فلاش. وطبعا ريفن اللي بدون أي سبب تعتبر من إيجابيات المسلسل، الواد ده ملوش أي 60 لازمة، وكان لازم نسيبه أصلا في مدينة جاثام. وشوية مشاهد فايت سين من اللي قلبك يحبها. الحلقة الأولى بس كانت مليانة بأجواء حماسية في البداية، لكن طبعا أفضل مشهد في الحلقة بالنسبة لي وهو أكيد كان المشهد الحواري اللي حصل ما بين ليكس لوثر وسوبر بوي. فعلا مشاهد لوثر كلها كانت مميزة جدا، وكنت حابب ظهوره، وخصوصا لما قال بمنتهى الصراحة إن حلمه إنه كان عايز يكون زي سوبرمان، والحلم ده اتحقق في كونر. حقيقي واحدة من أفضل المشاهد الحوارية اللي حصلت في دي سي الفترة اللي فاتت. بس في حاجة واحدة بس ما عجبتنيش في الحلقة دي، وهي طبعا موت لوثر. أنا بحرق دلوقتي فلو أنت مش أخد بالك، ليكس لوثر مات في الحلقة الأولى. وبالنسبة لي يعني ليه ليكس لوثر يموت في أول حلقة يعني بالسرعة دي؟ يعني مش عارف، كنت مستني منه أكتر من كده، خصوصا إن فعلا مشاهده كانت حلوة جدا، بس للأسف قرار التضحية كان سريع جدا. وبالنسبة بقى للحلقة التانية، يعني بدأنا نحس بالخطر اللي احنا داخلين عليه. تقدر تقول كونر اتحبس عشان قضية قتل لوثر، وبقى عندنا لغزين. أول لغز وهو قضية قتل لوثر، والتانية الدم اللي عمال يظهر كل شوية. يعني ممكن ما كانش فيه مبررات كتير للغز الأول وإزاي كونر خرج بعد ما دخل. يعني الحلقة اهتمت أكتر بالتمهيد للفيلن اللي هنواجهه، وفي النص كده كان في شخصية 100% هتكون فيلن قدام، خصوصا بعد المعاناة اللي هو كان بيواجهها. أتمنى الموسم ده يقدم لنا الشر بشكل أفضل بكتير من الموسم اللي فات، بس لحد دلوقتي احنا ماشيين بشكل كويس. أفضل مشهد في الحلقة التانية كان طبعا مشهد المواجهة اللي حصل في الآخر، واللي بيأكد اللي احنا هنشوف مواجهات مباشرة أكتر ومشاهد فايت سين كتيرة قوي قدام.
أي نعم كان مشهد استعراضي، ولكن واضح إن إحنا داخلين على موسم تقيل، وطبعا مفيش شك انطباعي الأول إيجابي عن الموسم الرابع. أتمنى المسلسل يكمل على كده، وأتمنى أكتر إن هو ما يتلغيش، لأن أي مسلسل دلوقتي بيتكنسل. فخلينا نشوف مع بعض. وبالنسبة للحلقات اللي جاية، مظنش إن الموضوع محتاج نظريات. أعتقد إن الموسم ده هيكون مباشر أكتر، وهنشوف مواجهات كتير. ويا سلام بقى لو قدمنا شخصيات جديدة، ونعرف طبعا إيه اللي حصل لريد هود لأنه مظهرش لحد دلوقتي، ومستقبل ريفن بعد الصبغة، يعني قصدي بعد ما خسرت قوتها. كل دي حاجات كتير عايزين نعرف عنها أكتر في الحلقات اللي جاية. ولكن أنا عجبني المسلسل لحد دلوقتي. أتمنى إن هي ما تكونش مجرد بداية زي الموسم اللي فات، وخلينا نستنى ما نشوف إيه اللي هيحصل قدام. بس لحد كده أنا أعتبر خلصت رأيي عن الحلقة الأولى والتانية. شاركني انت تحت رأيك في الكومنت لو عجبك المسلسل لحد دلوقتي ولا لأ. وإيه رأيك عن الأخبار اللي بتحصل دلوقتي جوه عالم دي سي، زي إلغاء مسلسل ستار جيرل اللي كنت عامل حسابي إن أعمل حلقة عنه، والأخبار التانية اللي بتحصل دلوقتي. ياريت تشاركني تحت رأيك في الكومنت، وتتمنى الفيديو اللي جاي يكون عن إيه. وبس كده، ده كان كل اللي عندي. لو عجبك الفيديو ده وعايز تشوف فيديوهات تانية، ياريت تنزل تشرفني في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وياريت لو تدعمنا بلايك عشان اللايك فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد. أشوفكم على خير الله في الحلقات اللي جاية. سلام عليكم.